ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده واولى حلقات اختيارات اللعيبه في فانتسي البريمير ليج. طبعا كلنا متحمسين لبدايه موسم جديد. انا بحب جدا لعبه الفانتسي وشايف ان شاء الله السيزون ده كمان هيكون احسن من الاول، بس في شويه انطباعات كده لازم تكون انت عارفها قبل ما نبتدي الموسم. بس يعني قبل ما نبتدي في الكلام ما تنساش طبعا باللايك والسبسكرايب، ودايما دعمكم لينا بيخلينا نستمر ونقدم مستوى افضل. وما تنساش تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه. ويلا بينا بقى نتكلم على الفانتسي والجوله الاولى من فانتسي البريمير ليج. ورجعنا معاكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي، واول طبعا حلقات الموسم الجديد. عندنا بقى حلقه توقعات كده لطيفه هنتكلم فيها بشكل مجمل عن اللعبه. وانت هتعمل ايه؟ انت داخل كمان يومين ماتش الافتتاحي بين بيرنلي ومانشستر سيتي. هنعمل ايه يا جماعه؟ بص، مبدئيا انت بتحط تشكيلتك خلي بالك انت تاخد ايه في اعتبارك. هتاخد في اعتبارك فورمه اللعيبه في البري سيزون، وطبعا اللعيبه دي يعني بتمثل ايه في فريقها. الراجل ده هو المين مان، هو التارجت بلاير، هو اللي بيشوط ضربات الجزاء، هو الراجل اللي بيسجل من فرقته، ولا هو فين في الملعب. وطبعا هتاخد في اعتبارك برضو اللعيبه دي عملت ايه الموسم اللي فات مع فريقها، واداء الفريق عموما عامل ازاي، المدرب بتاعهم عامل ازاي، وكل التفاصيل دي. بس انت في الاول مش هتارجت ريسكات كتير يا عم. ما تخشش بقى وتقول انا والواد الجامد ده، انا بص ده انا هريسك بقى على لعيبه كتير وهعمل. لا، خلي بالك انت بتبقى داخل الموسم انت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، هو مين متالق ومين راجع اي كلام، مين فورمته هتسمع، مين يعني هيبقى نص نص كده ومش هيسمع قوي ومش هيجيب النقط اللي احنا طالبينها منه. فانت خلي بالك في جزء من فريقك لازم يكون مع القطيع، يعني الاونرشيب، اللعيبه الاونرشيب العاليه، في لعيبه لازم يعني فريقك ما يخلاش منها، مثلا زي هالاند. ما تعملش بقى حنيوك وبص لا مش هجيب هالاند، لا بص انا مش هجيب الواد ده، مش هجيب ساكا مثلا. لا، لازم فريقك يكون فيه لعيبه واعمده رئيسيه، وممكن تريسك مثلا في 2-3 هما اللي يكونوا ديفرنشال معاك، ماشي. لان انت بعد 4 أو 5 جولات خلاص يا جماعه انا هلعب الوايلد كارد، خلاص انا فهمت الدنيا ماشيه ازاي عندي في الفريق، فخلاص ده الوقت اللي انا هلعب في الوايلد كارد، واكون شفت الفرق بتلعب مره واثنين وثلاثه واربعه. ما اختارش مثلا او ما اوقفش مثلا عند اول جوله واقول والله الواد ده جامد، بص هو ده انا هجيب الواد ده، وبعدين يكون مثلا بيلعب ماتش عمره، مثلا زي فتره كده كان ويليان مع فرقه فولهام والناس راحت اشتريته، كان عمل الماتش الافتتاحي بتاعه تقريبا كان جايب 4 اسيستات في المباراه دي، وبعد كده ما قامتلوش قومه في الدوري. فانت خلي بالك انت بتكون زي فيديو كده طويل ال4 أو 5 جولات الاولانيه، وبعدين تلعب الوايلد كارد بتاعك. طيب انا عشان لحد بفهم الدنيا ماشيه ازاي، ما هو انا مش عارف الموسم ده الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، والله صلاح هيمسك الفورمه، ولا مثلا ممكن ديجو جوتا هيبقى هو المين مان، ممكن طريقه اللعب مثلا بتاعه تشيلسي هتتغير مع بوتشيتينو ويظهر لعيبه، برضو مدرب توتنهام ممكن يشوف مثلا ماديسون وسون يرجع تاني يضرب ويتالق. فكل الحاجات دي انت بتاخدها في عين الاعتبار. ليه؟ انا عايز اسرفايف بس اول 4 أو 5 جولات عشان افهم بس الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده انزل بتقولي بقى في الوايلد كارد واشوف بقى الديفرنشالز والكلام الجميل ده كله. فكل التفاصيل دي انت لازم تاخد بالك منها. ما تشطحش قوي في فريقك، ما تروحش للعيبه اللي هي مش عند حد بقى وتقول خلاص انا هعمل الديفرنشال. لا والله، بص في تفكير تاني مثلا يقول لك انا هعتمد على الفرق الصاعده. بص مبدئيا الفرق الصاعده ما هياش اكتر من بنش فيلرز ولاعيبه انت بتجيبها عشان تكمل فريقك. اللعيبه دي تحت اي ظرف فارق بين ما بتلعب في الشامبيونشيب لعيبه ما حدش يعرفها اصلا، وتروح تلعب مع احسن لعيبه في العالم، ادائها هيختلف وفورماتها هتختلف. وطبعا الفرق الكبيره دي او مثلا البيرنلي مثلا، خلاص انت مثلا بيرنلي خلاص وهو واخد الدوري عنده في الشامبيونشيب، بس هل تفتكر ان هو لما يروح يلاعب السيتي وليفربول وتشيلسي والناس دي هيبقى بنفس الفاعليه ونفس الاداء ونفس كل حاجه؟ لا طبعا، اكيد في فرق في السرعات وفرق في كواليتي اللعيبه، وهيفرق كتير جدا مع بيرنلي او غيره وغيره وغيره.
في النهايه انت بتشوف مثلا الثلاث فرق الصاعده دول ممكن يهبط منهم على الاقل فريق، ساعات مثلا في مواسم كان بيهبط 2 و3 كمان. فخلي بالك نقطه مهمه جدا، ما تقلش فريقك من الفرق الصاعده مش اكتر من لاعب رابع الدكه مثلا. انا والله مزنوق في مدافع ب4 مليون فهشتري حد منهم، مزنوق في خط نص مثلا ب5 مليون فماشي مش مشكله، ممكن اجيب لي حد اساسي من الفرق الصاعده، بس مش اكتر من كده. نروح نتكلم بقى على توقعات الجوله طبعا واختيارات اللعيبه. انا شايف يا جماعه ان احنا عندنا شويه لعيبه كده اندر ريتد شويه، والفيكستشرز بتاعتها حلوه والناس مش مركزه معاها. عندك يا عم كين مدافع فريق ايفرتون، خلي بالك ايفرتون دفاعيا اتحسنوا بشكل كبير جدا في اخر الموسم اللي فات، وممكن نشوف منهم اداء حلو ويعني وكلين شيتس جايه، خصوصا ان ماتشاتهم الاربعه الاولانيين حلوه لطيفه، نقدر ان احنا نجيب بس مدافع من فرقه ايفرتون. ونصيحتي ليك كين هيكون واحد من الاوبشنز الكويسه جدا اللي انت ممكن تراهن عليه. لسه برضو مع لعيبه خط الدفاع، وعندك جابرييل يا جماعه، جابرييل جدوله حلو جدا جدا جدا. ارسنال يعتبر يمكن احسن فريق عنده ماتشات افتتاحيه في اول 3 جولات في الموسم، وجابرييل من اللعيبه مش بس ان هو مضمون ان هو ان شاء الله اساسي وكونسيستنت بشكل كبير مع فريقه وارسنال، خلينا نقول ان بعد عوده صليبه والناس دي كلها لا هتلاقي ارسنال هيرجعوا للكلين شيتس وفورمه الكلين شيتس اللي يمكن كانت غايبه عليهم كتير قوي في اخر الموسم اللي فات. بس جابرييل كمان من اللعيبه اللي بتسجل اهداف براسها، بيطلع في الكورنرز وتلاقي الراجل ده بيسجل اهداف. الراجل كان مسجل 3 اهداف السنه اللي فاتت، يعني بالمقاييس كده ان ده مدافع هداف بالذات من الكورس. طبعا ما ينفعش تبتدي الموسم من غير حد زي ساكا، وناس مثلا كتير قوي بتفكر ان هي تعمل دبل تيمينج من ارسنال، وسمعت ناس كتير قوي بتقول والله يا جماعه ساكا مارتينيلي ساكا مارتينيلي. بص ساكا ده وش كده كده معاك، يعني ده عنصر اساسي معاك. طيب مين التاني اللي جنبه لو انت بتفكر في الدبل؟ انا مش مع فكره الدبل قوي من فريق معين في الهجوم مثلا وخط النص في بدايه الموسم. ليه؟ لان انا لسه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، مش عارف ارتيتا مثلا هيدي فرصه لتروسارد اللي قدم بري سيزون جامد وجاب جول في ماتش مانشستر سيتي ونزل وغير الدنيا وغير شكل الماتش، فممكن تروسارد يكون بياخد دقايق كتير، وده هيكون اكيد على حساب مارتينيلي. يعني لو انت تقدر تتحمل انك انت تشتري اوديجارد وساكا، الاثنين دول افضل دبل تيمينج تقدر تعمله من فريق ارسنال، وخصوصا انك انت عندك خيسوس اتصاب ومش هيلحق اول الموسم. غالبا اللي هيهاجم هو هافرتس، بس هافرتس يعني مش من اللعيبه اللي انا بصراحه اراهن عليها بشكل كبير. احنا بنتكلم على اوديجارد وساكا. ساكا طبعا اوبشن لازم تبتدي بيه من ارسنال، ده وش يعني مفيهوش كلام. عندك برضو دي بروين يا جماعه، دي بروين اونرشيب قليله قوي، ناس كتير قوي انا مش عارف هم ليه ناسيين كيفن دي بروين، وانا شايفه ديفرنشال كبير جدا، وماتشات السيتي كويسه. دي بروين لما بيبقى فايق بيبقى مش طبيعي، وشايفه نازل فرصه السنه دي ب10 مليون ونص. تخيل ان كيفن دي بروين ده تقريبا لعب 28 مباراه فقط الموسم اللي فات وامن فيهم 17 اسيست. يعني ده لو كيفن دي بروين مثلا ما غابش ال10 ماتشات دول كان هيعمل ايه؟ فانت عندك دي بروين اوبشن وفرصه قويه جدا لو انت معاك فلوس صراحه وتقدر تستحمل كيفن دي بروين. واحنا كنا عملنا حلقه درافت كده لو انت عايز تشتري ساكا وصلاح وهالاند ودي بروين، هتلاقي بابل ظاهره فوق قدامك دلوقتي على الشاشه فيها الدرافت ده، ممكن ترجع تتفرج عليه كده وتشوف تقدر تلم التوليفه دي ازاي. في الاوبشنز الهجوميه في اوبشن ظهر بشكل كبير وشكل مهم جدا وهو جاكسون هيبقى 100% اساسي بعد طبعا اصابه نكونكو، واصابته يعني بيتكلموا ان هي هتطول شويه، ممكن تقعد اكتر من شهر. فالاعتماد هيبقى على جاكسون اللي عمل بري سيزون جامد وسجل هدفين وعمل 3 اسيستات، وهنعوز ان احنا نتفرج على جاكسون ده هيكون عامل ازاي ب7 مليون. اوبشن هيكون ديفرنشال بشكل كبير، ناس كتير قوي مش هتعتمد عليه، ممكن تفكر في حد زي جاكسون.
اما بقى الاوبشن الثاني وهو طبعا واتكنز انا شايفه ان بعد اصابه خيسوس واصابه اللي هتطول دي، فحد زي واتكنز هو 100% هو الاوبشن الافضل والاحسن وكل حاجه. لاعب ب 8 مليون، فريقه بيقدم فورمه كويسه، طبعا مع مدرب كويس، اداء اتحسن بشكل كبير جدا في اخر الموسم اللي فات بعد المدرب الجديد ما جه. فواتكنز هيكون اوبشن حلو جدا عندك، فكر فيه في فريقك. وانا شايف ان واتكنز كمان لسه الناس ما جرتش تشتريه قوي، ممكن يسمع معاك عن اي حد تاني. حاجه كمان لازم اكلمك عليها هي اللعيبه اللي تبقى على راداراتك. خلي بالك في لعيبه كتير قوي يعني احنا عايزين نتفرج عليها. عايزين نتفرج على هويلاند في مانشستر يونايتد، عايزين نتفرج على ماديسون، عايزين نتفرج على بن تشيلويل. كل اللعيبه والثلاث لعيبه دول لازم تبص عليهم كويس قوي في الماتش الافتتاحي بتاع فريقهم، لان اللعيبه دي انا شايفها بوتنشال كبير جدا انك انت تتارجت اللعيبه دي، بس لو قدموا فورمه يعني مشجعه شويه ان احنا نروح نشتري اللعيبه دي، هيبقوا ديفرنشال بشكل كبير جدا وهيبقوا مميزين عندك في الفريق، وان شاء الله يسمعوا يعني ببوينتس كتير. في الكابتنه بقى في بدايه الموسم انا مش عايزك تتارجت ديفرنشالز دي في الاخر بقى وانت عايز تحسن الرانك بتاعك، انما انت عايز تمشي مع القطيع في الاول. عندك افضل اوبشن انا شايفه في الكابتنه هو محمد صلاح، عندك برضو ساكا اوبشن جامد وهاري كين، ويمكن في الاخر انا يعني هقول هالاند، لان هالاند في فورمته في البري سيزون ما كانتش افضل شيء يعني، بالذات كمان في مباراته ضد ارسنال ما كانش مقنع قوي لناس كتير قوي، وانا بصراحه منهم.